بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب الشفاء في التوصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى عليه وسلم. حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء. حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مسس مرض يبنى بلا بط وفاز بالخلق محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم ولا لوساب ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقى من الشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب داعي واستكي إليه ما من الدرر قد مسني حتى أراني محتضر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه غير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان العظم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النقم. وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا. وهب لنا القرش على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات. يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمل ورايا شافي أنزل جفاك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء. وأنزل النفع مكان الدر وأنزل الخير مكان الشر. وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغي. وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر. وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر. واسف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحسنا العاجلا. ونجيهم وعافهم والتبهم ولا تواقس كسسا بهم فإنه وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد. وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يصره. قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أفضهم لأقبح القبائح. ولا تواخذ بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك. يا الله يا مقلب القلوب حل قلوبنا عن العيوب وأخرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم. واجعل جميع المسلمين تراب لنا أقلال فنقوى ضرا. واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم قدام. واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى. واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين مخلصين. واجعل جميع المخلصين سائدين. واجعل جميع ساددين ناسخين.
واجعل جميع الناسخين صادقين واجعل جميع صادقين الفائزين واغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا واغرنا بحبهم لوجهك واغرهم بحبنا فنجلك واجعل جميع إخوتي ونصبي في رحمة يوم ازداد نسبي واجعل لنا هنا وانا حظا ساقطة تفضلا فنقصا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تحاب بي بلا شقاق واجعل صغيرنا يواقر الكبير واجعل كبيرنا يهينني سقير واجعل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تقاسد ولا تغازم ولا تدبر ولا تبغض ولا تنافر حتى نسير المسلمين الخاشعين والمؤمنين المخلصين الصادقين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير العافية واحمي وخذ وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا قصنا الختام من الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض وواب المرحوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرم أولاد والأصحاب وصليا عليه ثم سلما وآله ما سياب الكرماء ما أبلغ المحصول بالدعاء ووفي المريض بالاستشفاء وللناس من أيضا زاده الله سواء وفيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تبارك من لم السباء ودم عليه في المساء والصباح ولسان تنسوا وفلا بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى